السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني، ان شاء الله تكونوا بخير. كل نهاية اسبوع بيتجمع كل اعضاء القبيلة في عاصمة القبيلة، طبعا علشان يهجموا على قبائل مختلفة باستراتيجيات مختلفة وكمان بتصاميم مختلفة. كل ده وكل لاعب بيحاول يثبت ان قبيلته واحدة من افضل القبائل اللي بتعرف تهجم في عاصمة القبيلة، وكمان بيحاول يكون الاول بعد ما تخلص حدث الغارات، خصوصا ان لكل واحد فيهم 6 هجمات فقط. ده كله علشان يحصل على واحد من اهم ابداعات لعبة كلاش اوف كلانس، الا وهو، نعم يا صديقي زي ما انت خمنت كده، انها اوسمة الغارات، اللي في نظري اصبحت تاني اهم شيء في اللعبة بعد جمع الجواهر واوسمة الدوري. طبعا مهمة يا صديقي، ما انت ممكن تستغلها في انك تدعم نفسك، تحصل بيها على جوائز وموارد كتير، لو انت طبعا مش عايز تصرف من الجواهر او اوسمة الدوري. ايوه، مش ممكن تشتري بيها كتاب او مطارق للترقيات، بس هي برضو ستيل مهمة. الاهم، تعالى بقى اقول لك على شوية اخطاء لو بعدت عنها تقدر تقول او تقدر تبقى التوب 1 في غارات عاصمة القبيلة بكل سهولة. بس في البداية ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتذكر الله، فألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا تدوس لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وتكتب لنا كومنت لطيف كده من عندك. ويلا بينا على الفيديو. اول خطأ ممكن يواجهك يا صديقي هو انك تهجم بدون استكشاف التصميم. بالعقل كده يا صديقي، اللعبة عاملة حرب بين القبائل، زي دوري حروب القبائل في القرية الأساسية أو في القرية الأم. فهل أنت بتهجم على طول بدون انك تستكشف التصميم اللي قدامك؟ اكيد لا، لازم تشوف مين خصمك وهتدخل له منين وبأي استراتيجية، ولو في دعم هتتصرف ازاي او هتعمل ايه، وهكذا. هي دي الفكرة بقى يا صديقي، انك انت في عاصمة القبيلة نفس النظام، لازم تستكشف المنطقة اللي هتهجم عليها وتشوف هتبتدي منين وايه انسب استراتيجية للهجوم، على الاقل مثلا عشان ما تضيعش وقت، وتستغل كل جندي عندك انك تاخد اكبر نسبة من التصميم اللي انت بتهجم عليه، هتكون هجمة كويسة، خصوصا ان هم 6 هجمات بس، وممكن كمان ان هم يبقوا 5 هجمات لو انت ما مسحتش واحد من التصاميم. كده هنكون خلصنا من اول خطأ معانا، ونخش على تاني خطأ معانا، وهو انك تثبت على استراتيجية واحدة. مش شرط علشان انك استخدمت استراتيجية معينة ساعدتك في انك تمسح تصميم معين او تاخد منه نسبة كبيرة او تحصل منه على ذهب عاصمة كتير يبقى تستخدمها مرارا وتكرارا. لا، هي نفعت مع التصميم ده بس، وممكن لو انت هجمت بيها تاني ما تحققش اكبر استفادة منها ومن جنودك، وما تمسحش منها التصميم، وممكن ما تحققش منها حاجة خالص. وعلشان كده يا صاحبي لازم انك ما تعتمدش على استراتيجية واحدة، وانما ممكن تستخدم استراتيجية تانية على حسب المكان اللي هتهجم عليه، او تعتمد على نفس الاستراتيجية وتغير فيها ولو شيء بسيط على حسب المكان اللي هتهجم عليه، بحيث ان هي يفرق معاك في الهجوم. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ كده تاني برضو خطأ خلص معانا، وتعالوا نخش على ثالث خطأ معانا، واللي هو انك ما تعتمدش على جندي واحد ابدا ابدا. من قمة الغباء، او لو ما كانش الغباء بعينه، انك تعتمد على جندي واحد في اللعبة حتى لو كان من اقوى جنود اللعبة. يعني يا صديقي اللعبة مديالك وسايبالك كل الجنود اللي حواليك دي، وانت بس بتعتمد على جندي واحد او على نفس الجندي. فين عقلك؟ طيب طبعا كلامي ده لا ينطبق بأي صلة بالجولم العملاق او السفينة طبعا الطائرة. ولو برضه يا صديقي على فكرة من المهم انك ما تعتمد عليهم اعتماد كلي، والأحسن طبعا انك تستغل اكتر من جندي في الهجمة، وتستغل قدراتهم الخاصة اللي مديها لك اللعبة عشان تقدر تمسح وتدمر اكبر نسبة من المكان اللي انت بتهجم عليه. الخطأ الرابع والاخير معانا النهاردة يا عزيزي، واللي هو اهم واحد. ازاي يا صديقي انت لسه مكمل الفيديو معايا لحد دلوقتي ولسه ما اشتركتش في القناة ولا كتبت تعليق ولا دوست لايك؟ يعني يا اخي قدر اللي انا بعمله ده عشان تعبت فيه بجد. بهزر معاك يا صديقي. الخطأ الرابع هو انك تكون جيش هجوم غير متناسق. ازاي؟ لما انا بهجم بحب اشوف ازاي بقية اللعيبة بيهجموا،
يمكن الاقي استراتيجية او طريقة هجوم للاعب احسن من الطريقة اللي انا بهجم بيها، فاقعد اتفرج عليهم هما بيهجموا. بعدين الاقي اللعيبة بيستخدموا جيش الهجوم بتاعه ما ينفعش انك تهجم بيه اصلا من الاساس. منهم اللي بيستخدم جنود جوية مع جنود ارضية بطريقة عشوائية بكل معنى الكلمة، ومنهم اللي بيختاروا اي جنود اصلا يرميهم ويرمي التعويذات ومستني الجيش بتاعه يمسح. بحس ساعتها ان انا اهبل علشان بضيع الوقت او بتفرج عليهم وهما بيهجموا. بالله عليك كده المفروض انك تنظم تفكيرك وتختار جنود صح تقدر تستغلهم علشان تاخد اكبر قدر من المنطقة اللي انت بتهجم عليها. وعلشان الفيديو ده طبعا هيكون طويل، فدي نهاية الفيديو. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بيه، وهعمل ان شاء الله جزء تاني. الكلام طبعا ما انتهاش، واتمنى ان لو الفيديو عجبك تدوس لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، تكتب لنا كومنت لطيف تحت، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.